جربتي تسوين كبسة مندي وما ضبطت معك، أو أكلتيها في المطاعم ودك تسوينها بالبيت؟ أضمن لك أطيب كبسة مندي. نبدأ بسم الله، نبشر الليمونة ونضيف عليها لون طعام أصفر وملح وشوية فلفل أسود وعصير ليمونة، ونخلطهم سوا. هذه تتبيلة الدجاج. تبلنا الدجاج وبعدها نجيب القدر، حطينا ورق الغار والقرفة والهيل، وأبدأ أصب الزيت. وهذا عندي بصلة مقطعة وثوم أضيفهم، ونبدأ نملح ونحركهم، ونضيف الرز بعد ما نقعته طبعا ونملحه، وأضيف الموية. هنا عندي موية حارة مغلية، أضيف عليها عصرة ليمونة، وأضيف عليها مكعب مرق الدجاج، وأحركه لين يذوب المكعب، ولون طعام أصفر، وأصبهم على موية الرز. نبدأ نحركهم عشان الخلطة عندي توصل كل الرز. هنا غطيتها بالقصدير وعلى نار هادية جدا، وأبدأ أثقب بالسكين وأحط الدجاج وأغطيه بالقصدير وأحكم إغلاقه بالقصدير، وأبدأ أجهز. هنا عندي الكشنة، قطعت البصل جوانح، أضفت الزيت ومكعب مرقة الدجاج، وأبدأ أحركهم شوي بهذا الشكل. أبدأ أضيف كزبرة مطحونة وزبيب، ونحركهم لين يصيرون بهذا الشكل. شوفوا ما شاء الله. وهنا عندي للتزيين ملعقة سمنة مع لوز صنوبري. هنا عندي بعد ساعة استوى الدجاج والرز، طلعتهم، دهنت الدجاج بزيت وحطيته بالفرن. وهذه عندي المكرونة، سلقتها وحطيت لها لون طعام. هذا الدجاج شويته شوي، وأجيب عندي قصدير أحط عليه زيت، وأحط عليه جمرة مشتعلة، وأغطيه، وأبدأ أسكب. شوفوا الرز ما شاء الله تبارك الله يشهي. شوفوا اللمعة بالرز ما شاء الله تبارك الله. وأبدأ أحط المكرونة على الوجه، وهنا عندي الدجاج أبدأ أسكبه، وأحط الكشنة، شوفوا تبارك الله كيف الشكل كفيل بالطعم. وأزين باللوز، وبالصحة والعافية، والطعم يدوخ، لازم تجربونه. ولا تنسوا الاشتراك بقناة كيتشن ميش واللايك والكومنتات.